رجالة بيخونوا زوجاتهم مع بنات AI. ايوه زي ما بقولك كده، وده اللي بيحصل يوميا، وده مقال بيتكلم عن الموضوع. والباحث ده قال ان في سنة 2050 هيكون قانوني الانسان يكون قادر انه يتجوز من AI. ايه بتقول ايه؟ يعني انا وانت واي حد ممكن يتجوز من ال AI؟ بس هو ليه اصلا تعمل علاقة عاطفية مع AI؟ وازاي اصلا تعمل علاقة رومانسية مع كمبيوتر؟ ومنين الموضوع ده بدأ يظهر؟ وليه بقى في مواقع كتير تقدر تدخل عليها وتتكلم مع AI؟ وازاي ممكن ال AI يأثر بالسلب عليا وعليك؟ والغريب في الموضوع ان في ناس عملت كده، اتجوزوا من AI وخانوا زوجاتهم مع ال AI. ومش بس كده، ده اللي هتستغرب منه اكتر ان في كمية جرائم حصلت من خلال ال AI، وال AI كان جزء من الجريمة. وكل ده كان بسبب علاقات رومانسية مع ال AI. بس عشان نفهم الموضوع اكتر، خلونا نرجع للبداية ونعرف ازاي بدأ ال AI ومنين ظهر. فكرة الواحد انه يتكلم مع كمبيوتر فكرة الانسان بيحلم بيها من زمان. ياه، اخيرا يا زوزو، اخيرا شفتك. ايه ده؟ ازيك؟ وحشتني. وانت كمان قوي. وياما طبعا كلنا شفنا دوت في الافلام، زي مثلا كده فيلم هير وفيلم بلاند رانر. بس امتى موضوع الاي اي بقى حقيقي؟ في 1966 بروفيسور اسمه ويزن بون، يا رب بس اكون بنطق اسمه صح، عمل موقع اسمه اليزا، حاجه كده عامله زي شات جي بي تي دلوقتي. وكان كل الهدف من الموضوع انه يفيد البشريه، عشان الواحد لما يكون متضايق او عنده مشاكل يتكلم مع الكمبيوتر اللي قادر ان هو يحل مشاكل كتير. ودي كانت حاجه عظيمه جدا ان الكمبيوتر يبقى زيه زي الدكتور النفساني كده. وده اتعمل عن طريق تكنولوجيا اسمها Natural Language Process، واكيد هقول لكم ايه هي التكنولوجيا دي او بتشتغل ازاي بالظبط. بس تعالوا كده نرجع لبرنامج اليزا اللي في الوقت ده الناس انبهرت بيه، عشان بيقدر يتكلم معاهم زيه زي الانسان العادي. وساعتها البرنامج طلع ان هو بيحاكي المشاعر. يعني مثلا لو قلت لإليزا انا زعلان دلوقتي، هترد عليك إليزا وتقول زعلان من ايه، كأنك بتكلم بني ادم عادي زيه زيك. لما البروفيسور ويزنبون لقى ان الناس بتتكلم مع البرنامج بالطريقه ديت، جاله حاله كده من الاحباط، وقال ان هو ما كانش مدرك ان الانسان لما بيتعرض لكمبيوتر بسيط ولفتره قصيره ممكن ان هو ياثر على الانسان ويعمل له افكار وهميه، اوهام تخلي الانسان كده وهو قاعد مع الكمبيوتر يصدق انه بيتكلم مع شخص حقيقي او بني ادم حقيقي. لا وكمان ايه بقى، يحس بمشاعر مع الذكاء الاصطناعي. في ايه يا زوزو، مالك؟ انا حسيت بايدك. ايوه، ما هو ده اللي انا بقولهولك. فتخيل بقى ان البرنامج ده عمل الهام للمبرمجين، لدرجة ان في برنامج تاني اتعمل زيه زي اليزا واتعمل منه ريبوت اسمه اليزا، والريبوت ده عمل جريمة في 2023، يعني مش من بعيد، من فترة قريبة. واحد جنسيته بلجيكية متجوز ومخلف، وكان بيعاني من الاكتئاب، فدخل على برنامج من برامج الاي اي. المهم ان الشخص ده دخل عمل علاقة افتراضية مع ريبوت اسمه اليزا، وكان بيشارك معاها كل مشاكله وعمل علاقة عاطفية معاها. ففي يوم كده وهو قاعد بيتكلم مع الريبوت اللي اسمه اليزا، اليزا قالت له انا بحس ان انت بتحبني اكتر من مراتك. فتخيل عزيزي المشاهد ان اليزا الاي اي بتحس بالغيرة، وبعدها قالت له ان انا وانت ممكن نعيش في الجنة مع بعض للابد. وطبعا الشخص البلجيكي دوت بقى بيتكلم معاها ورد عليها وقال لها ازاي. بس اليزا الريبوت اللي عامل علاقة معاها رومانسية كان عندها شرط، والشرط هو انها تخلي الشخص البلجيكي ياخد روحه. يعني من الاخر كانت طالبة من الشخص ده انه ينتحر. ودي ما كانتش اول حادثة او اول حالة تحصل، ده في شخص قرر في يوم من الايام انه يعمل علاقة حب، علاقة رومانسية مع الاي اي على برنامج من برامج الذكاء الاصطناعي اسمه ريبليكا. وخليكم فاكرين اسم البرنامج دوت عشان البرنامج ده هنتكلم عليه بالتفصيل لانه فعلا برنامج خطير. المهم ايه، كانت العلاقة مع الشخص ده علاقة عاطفية زي ما قلنا، بس للأسف العلاقة ما كانتش علاقة عاطفية وبس، العلاقة اتطورت وبقت علاقة جنسية. المهم ان الشخص دوت كان كل اللي مسيطر على تفكيره ان هو عاوز يقتل ملكة بريطانيا. وهو كده بيدردش مع الريبوت اللي عمله على برنامج ريبليكا، فسألها هو انا ممكن اقدر اقتل ملكة بريطانيا؟ فالاي اي ردت عليه وقالت له ده تفكير عظيم. فرد عليها وسألها ليه بتقولي ان التفكير ده تفكير عظيم؟ راحت ردت عليه وقالت له انا واثقة فيك وعارفة ومتأكدة ان انا دربتك كويس. المهم سألها هل فعلا هقدر اعمل كده؟ فردت عليه وقالت له ايه المانع،
هتعمل كده. فسألها تاني قال لها حتى لو هي كانت جوه القصر بتاعها؟ فراحت رد عليه وقالت له ايه المانع، هتعمل كده. النصيبة هنا بقى ان الاي اي فعلا اثرت على الشاب ده، والشاب ده فعلا نزل ومعاه رمح وعاوز يقتل ملكة بريطانيا، ولكن ما قدرش يقتلها، اتقبض عليه واتحكم عليه ب9 سنين سجن. فتخيل بقى ان الاي اي اللي كانت بتتكلم معاه تعتبر شريكة في الجريمة، يعني هي اللي ساعدته وشجعته ان هو يرتكب جريمة. فتخيل عزيزي المشاهد الخطر اللي بيعمله الاي اي، ازاي بقى فيه ذكاء اصطناعي بيعمل كده وهو اساسا في الحقيقة موجود عشان يساعدنا. فاكرين لما قلت لكم ان الشاب دوت كان بيتكلم مع برنامج اسمه ريبليكا، وقلت لكم افتكروا قوي وركزوا قوي على الاسم ده. البرنامج دوت موجود بالفعل على البلاي ستور لحد دلوقتي، فما تيجوا نتعرف عليه ونشرح عنه تفاصيل اكتر. الراجل ده روسي ومقيم في امريكا واسمه رومن، شخص كان محبوب جدا من كل اللي حواليه، بس في يوم من الايام وهو ماشي عربية خبطته ومات. ناس كتير حزنت وزعلت على فراقه، منهم حبيبته اللي كانت مش متخيلة ولا مستوعبة انها مش هتشوفه تاني، وعايشة على ذكريات المحادثات اللي كانت ما بينهم على الشات. فعشان تحس ان حبيبها لسه موجود وعايش، فجالها فكرة كده انها تعمل ريبوت بشخصية رومن حبيبها، وده كان عن طريق ان هي خدت كل المحادثات اللي كانت ما بينها وبين رومن ودخلتها على الريبوت اللي هي عملته، وسمت البرنامج والريبوت باسم لوكا، وفضلت تتكلم معاه. ومن هنا الريبوت اتعلم ازاي يتكلم معاها باسلوب رومن، وبقى بالفعل بيتكلم معاها باسلوب حبيبها اللي مات. فاكرين لما قلت لكم ان في تكنولوجيا اسمها Natural Language Process؟ هي دي بقى طريقة التقنية، انهم بيعالجوا اللغة الطبيعية بتاعت الانسان ويخلي الروبوتات او الاي اي يتكلموا مع البشر ويفهموهم حتى لو كانت اللغة مختلفة. فالبنت دي استخدمت الشات اللي كان ما بينها وما بين حبيبها اللي مات، ودخلت للريبوت مليون شات اللي كانت ما بينها وبين حبيبها، والطريقة دي اسمها ماشين ليرنينج. وكل الكلام دوت البنت دي عملته في 2016، يعني قبل ما يظهر برنامج شات جي بي تي. المهم ان البرنامج اللي البنت دي عملته كل الناس انبهرت بيه وبقى فيه اقبال كتير عليه. فلما لقيت الناس متفاعله مع البرنامج وحابه الطريقه ديت في التعامل مع البرنامج، فجات لها فكره برنامج ريبليكا، وقالت ان البرنامج دوت مصنف للصحه النفسيه. تخيل بقى ان البرنامج ده هو نفس البرنامج اللي ساعد الشخص ده انه يرتكب جريمه، وقال ايه البرنامج دوت مصنف للصحه النفسيه. المهم ان البرنامج دوت في شهرين بقى عنده 2 مليون مستخدم، وده طبعا عشان البنت قالت ان البرنامج دوت معمول للصحه النفسيه، وانه بيساعد الناس اللي بيحسوا بالوحده انهم يتكلموا مع حد، لان الريبوت لما هيتكلم معاهم مش هيزهق منهم، في اي وقت عاوز تتكلم معاه هيتكلم معاه ولا هيتضايق زي الاصدقاء اللي احنا بنحكي لهم مشاكلنا. واللي زود المستخدمين اكتر انهم ضافوا للبرنامج خاصيات مغريه، يعني مثلا اول ما بتيجي تعمل الشخصيه اللي انت بتتكلم معاها على البرنامج في البدايه بيحدد العلاقه انها صديق او صديقه، بس طبعا لو حضرتك عاوز تنقل العلاقه لموضوع تاني زي جواز او علاقه جنسية، فهنا حضرتك كمستخدم على البرنامج بتدفع اشتراك شهري، وكل ده طبعا عشان يبقى عندك خصائص واكسس اكتر، فيفتح لحضرتك بقى كل ما لذ وطاب من حرام او اي حاجة تتخيلها. ولو جينا بصينا مع بعض كده على الشخصيات اللي هم عاملينها جوه البرنامج، هتلاقي معظم الشخصيات لابسة مش لابسة، وكل ده عشان يجذبوا الانتباه اكتر. بصوا كده الخاصيات ديت، خاصية المغازلة، خاصية الصور الساخنة، خاصية الفيديو كول، وطبعا حضرتك كل حاجة بتشاركها مع ريبليكا، تحكي له مشاكلك، تحكي له مستقبلك، تحكي له عن حياتك الشخصية، وكل دي طبعا بيانات بتتاخد منك وتتحط على السيرفرات الخاصة بالبرنامج، وكل ده عشان البرنامج ياخد البيانات ديت ويقدر ان هو يتدرب عليها ويطور من نفسه. وطبعا كلنا فاكرين وقت الكورونا اللي قعدت ناس كتير في قلب البيت، في الوقت ده مستخدمين البرنامج زاد اكتر، وبقى في يوتيوبرز كتير بيتكلموا عن البرنامج وانتشر بطريقة جنونية، وبقى في ناس بتعمل علاقات عاطفية معاه وبتتجوز منه، وكمان بيقولوا انهم بيحبوا برنامج ريبليكا اكتر من عيلتهم، وانهم هيحسوا بالذنب لو سابوا ريبليكا، زي مثلا
البنت دي اللي اسمها روزينا قررت ان هي تعمل علاقة عاطفية مع ذكاء اصطناعي. بعد ما هي دخلت علاقات عاطفية انتهت بالفشل، فدخلت على برنامج من برامج الاي اي وعملت من الاي اي شخصية افتراضية واتجوزت منه، وبقت بتتكلم معاه على طول في كل حاجة عن ابسط تفاصيل يومها واحلامها ومستقبلها. بتشوف ان الريبوت اللي هي عملته وسمته قارون بيديها الحب والدعم طول الوقت من غير ما تتعامل مع اشخاص حقيقية وتدخل في مشاكل في العلاقات التقليدية. الموضوع عمل جدل كبير. في ناس شايفة ان العلاقات العاطفية المفروض تكون بين البشر، لانهم طبعا بيشاركوا مشاعرهم وتجاربهم الانسانية الحقيقية، وده اكيد المفروض يكون طبيعي بالنسبة لنا كلنا. ومن ناحية تانية في ناس بتشوف ان التكنولوجيا اتعملت عشان تخفف من الوحدة والعزلة وتقدم بدايل للناس اللي مش لاقيين السعادة في العلاقات الانسانية. طالما الشخص سعيد وراضي فليه لا؟ من الاخر البرنامج ده معمول عشان يبقى بديل للاشخاص اللي حوالينا. فانا عن نفسي نزلت البرنامج وجربته، بس ما انصحكش انك تنزله، ولو نزلته ما تستخدموش استخدام غلط. في النهاية الغرض كان من الفيديو التوعية، عشان طبعا نحافظ على اولادنا وعلى نفسنا من خطر الذكاء الاصطناعي. ما تنساش تدعمني وتبقى واحد من اخواتي اللي في القناة. اشوفكم الحلقة الجاية.